أنا صافي وده بودكاست بين السطور. المراهقة كانت صعبة علينا كلنا، بس للناس الحساسة جدا أصعب شويتين 3. الناس دي بتحاول تخفي مشاعرها عشان ما يبانوش مختلفين، يحاولوا يتأقلموا يقلدوا غيرهم، بس جواهم دايما في صوت بيقول أنا مش زيهم، هو أنا ليه كده؟ بس لما نبدأ نطبطب على نفسنا بدل ما نجلدها بنكتشف إن المختلف ده مش ضعف، ده اللي مخلينا نحس ونفهم ونحب أعمق من غيرنا. وهنا تبدأ الحكاية تكبر أكتر، لأن اللي هيعرف يحتوي نفسه هيعرف يحتوي غيره كمان. في ناس الصداقة بالنسبة لهم ضحك وخروج وصور، وفي ناس الصداقة بالنسبة لهم دعم وصدق وأمان. الناس الحساسة جدا من النوع التاني يحبوا العلاقات اللي فيها عمق، اللي فيها أنا فاهمك من غير ما تشرح. دكتور إيلين يا صديقي بتقول إن الحساسين جدا غالبا مش بيحبوا العلاقات السطحية، ما يعرفوش يعيشوا على عامل إيه كله تمام. هما محتاجين علاقة فيها مشاركة بجد، فيها راحة وصراحة، بس عشان يوصلوا لكده لازم يتعلموا التوازن. مش لازم يفتحوا قلبهم كله من أول مرة، ولا يقفلوا على نفسهم عشان خايفين من الوجع. محتاجين يتعلموا يفتحوا خطوة بخطوة، زي لو عندك زرعة بتسقيها شوية مية كل يوم، مش بتسقيها مرة واحدة. تاني حاجة محتاجين يتعلموا ازاي يتكلموا من غير لوم او نقد، يعني بدل ما يهاجموا ويقولوا انت ضايقتيني وجرحتيني، ممكن يقولوا انا اتوجعت من كذا. لما يعبروا عن نفسهم بطريقة صح ده بيفك التوتر ويفتح باب التفاهم بدل باب الدفاع. وبفكرك يا صديقي الحساس جدا، الصداقة مش لازم تكون مثالية، مش لازم نكون سمنة على العسل طول الوقت. العلاقات اللي فيها خلافات بسيطة مش جوهرية بس فيها محاولات صادقة اننا نحلها ونفهم بعض اكتر، دي اللي بتعيش بجد. صديقي الحساس جدا، خليني اقولك السر في العلاقات سواء كان صداقة او ارتباط مش في انك تدي كل حاجة، لكن في انك تعرف امتى تفتح وامتى ترتاح، امتى تحب بصدق بس تحافظ على حدودك كمان. لان الصداقات الحقيقية هي اللي بتحسسك بالأمان مش بالاستنزاف. دكتور إيلين بتقولك القرب مش معناه انك تضيع نفسك، مش كل حب لازم يكون من غير حدود، في حب حقيقي بس بيحافظ على المسافة اللي تخليك تفضل انت، لان الحب اللي هيستهلكك مش حب، الحب الحقيقي بيطمنك. دكتور إيلين بتحط 200 خط للناس الحساسة جدا، انتوا محتاجين الحدود اكتر من غيركم. ليه؟ لانكم بتستقبلوا كل حاجة بعمق، كلام اللي حواليكم حتى سكوتهم، طاقة اللي حواليكم، ده مع الوقت ممكن يتعبكم من غير ما تحسوا. وبتأكد تاني ان الحدود مش قسوة، الحدود هي الهدوء اللي بيحميك، هي اللي بتخليك تقدر تكمل وتدي بحب بس من غير ما تستهلك نفسك. طب يا صديقي الحساس الكلام جميل، بس نعمل ايه فعليا يا دكتور إيلين؟ دكتور إيلين حطت لنا 5 خطوات عملية. أول خطوة، مش كل كلمة ليها تفسير ومش كل تصرف ليه سبب مقصود، والرسول عليه الصلاة والسلام بيأكد على المعنى ده في الحديث: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني لو كلمة ضايقتك افترض حسن النية، مش يمكن تكون زلة لسان. تاني خطوة، كل مرة تعيطي فيها سألي نفسك هو أنا مكبراها شوية ولا في بجد موقف محتاج أقف أهدى وارجع نفسي. الأفورة بتكبر المشكلة، الوعي بيحطها في حجمها الصح. تالت خطوة، كلمي مع نفسك بلطف زي ما تكوني بتكلمي صاحبة بتحبيها، بدل ما تقولي جمل زي أنا غلطانة إنك اتكلمت معاهم، قولي لنفسك عادي، خطوة غلط بس ده درس وأنا بتعلم. رابع خطوة، حطي قواعد للحدود النفسية. لما حد ينتقدك ويأثر في نفسيتك اسألي نفسك والكلام ده بجد يستحق وقتي؟ يستحق أبوظ يومي وأضيع طاقتي؟ حطي الكلام في المكان الصح.
خامس خطوة، احتفلي بنقط قوتك. الناس الحساسين بيلاحظوا تفاصيل غير الناس، عندهم امباثي، تعاطف عالي جدا، بيحللوا بعمق. كل دي هدايا مش بس مشاكل. لما نتعلم نواجهها صح، مش نكتمها، لما نخليها تخدمنا مش تسيطر علينا. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شر. يعني ما ينفعش أكون عارف إن كلمتي دي هتضايق اللي قدامي وأقولها عادي. وربنا قال: وقولوا للناس حسنا. بص ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيراعي المشاعر حتى مع أصحابه. بيقول الحديث بيقول ايه: سيدخل عليكم عكرمة ابن أبي جهل مسلما فإياكم أن تذكروا أباه أمامه بسوء. حتى التعامل مع حد كان باباه مش مؤمن، اتعاملوا معاه ازاي؟ شوف الذوق وشوف الرحمة. لسه جديد في الإسلام والنبي فكر في إحساسه قبل ما حد يتكلم. مش بس كده، حتى لو عايز تنصح حد حساس جدا أو حتى يا عم مش حساس، لما تيجي تنصحه شوف الإمام الشافعي بيقول إيه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. يعني مش لازم في وسط الناس تمسك الميكروفون عشان تنصح. الكلمة بينك وبينه هتوجع أقل بس هتأثر أكتر. مفيش حاجة اسمها مأفور أو دراما. في ناس بتحس أكتر، بتفهم أعمق، بتعيش كل لحظة بصدق أكبر. ولو المجتمع فهمهم واحتواهم هيكتشف إنهم أكتر ناس ممكن ينشروا راحة وجمال وسلام في العالم. فلو حواليك شخص حساس جدا خد بالك منه وما تستهونش بمشاعره. لما يتعب ما تقولوش كبر دماغك، اسمعه، هو مش بيشتكي، هو محتاج حد يفهم اللي جواه. ما ترفعش صوتك عليه لأن الصوت عنده مش دوشة، ده وجع. ما تكسفوش بكلمة أو تريقة لأنها بالنسبة له مش هزار، دي بتعلق جواه. خليه يحس بالأمان، يحس إنك شايفه ومقدره مش بتحاكمه. شجعه إنه يعبر عن نفسه بالراحة. لما الشخص الحساس هيلاقي حد يفهمه بيتحول لأجمل طاقة حب وحنان ممكن تتخيلها. لو حسيت إن الكلام ده لمسك أو خطر في بالك حد بتحسه حساس زيادة، ابعتله الحلقة دي، يمكن يكتشف إن اللي شايفه ضعف هو في الحقيقة أقوى وأجمل جزء فيه.